كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. بتحب تبدأ فطارك في رمضان بقهوة أو سحورك بقهوة؟ خد بالك ده بيأثر على أسنانك قوي. لازم تعرف إن القهوة مش بس بتسبب تلون في الأسنان على المدى الطويل، لا وكمان بتزود جفاف الفم اللي من خلاله البكتيريا بتزيد وتتراكم بكل سهولة. والحل بسيط، هو إنك بعد ما تشرب القهوة تشرب مية بعدها على طول علشان تقلل جفاف الفم وترطب الفم وتقلل تأثيرها الضار على الأسنان. وطبعا تهتم قوي بتنظيف أسنانك بالفرشة والمعجون بعد الفطار وقبل النوم، وخصوصا لو أنت بتحب تشرب القهوة مع سكر. بعد ما تشرب القهوة تشرب مية عشان ترطب الفم وتنظف أسنانك بالفرشة والمعجون، كده أنت أسنانك في أمان. ولو أنت من عشاق القهوة في رمضان اكتب لنا في الكومنتات واعمل لايك للفيديو ده واحفظه عندك وشاركه مع كل أصحابك، واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. التمر هو من أساسيات رمضان، بس هل هو فعلا صديق لأسنانك ولا عدو ليها؟ خليني أقولك، التمر من العناصر الغذائية اللي مليء بالسكريات الطبيعية، وطبعا دي بتلزق على الأسنان وبكده بتزود معدل تسوس الأسنان، خصوصا مع عدم تنظيفك للأسنان بالفرشة والمعجون بعد الفطار. والحل هو استمتع بالتمر بس باعتدال، اتمضمض بمية بعديه على طول ونظف أسنانك بفرشة ومعجون، ده بيقلل تأثير السكر وبيحمي طبقة المينا من التسوس. التمر صحي في رمضان، بس تنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون بعده هو الأساس. ولو أنت من محبي التمر في رمضان اعمل لايك للفيديو ده واحفظه عندك وشاركه مع كل أصحابك، واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. هو نقص الفيتامينات في رمضان ممكن يخلي اللثة تنزف؟ خليني أقولك، في رمضان كتير بيقل تناول بعض العناصر الغذائية المهمة، وده بيأثر على صحة اللثة. وأهم حاجة هنا واللي أقصدها هي فيتامين سي، اللي نقصه بيضعف اللثة وبيزود نزيفها، واللي ممكن في رمضان يعوض نقصه هو الخضار والفاكهة. فركز قوي مع الخضار والفاكهة في رمضان، هيعوض نقص فيتامين سي، وبالتالي هتحمي اللثة من الالتهاب والنزيف. فيتامين سي مهم جدا للثة صحية ولعدم نزيف اللثة. ولو انت حريص على تناول فيتامين سي في رمضان اعمل لايك للفيديو ده واحفظه عندك وشاركه مع كل أصحابك، واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. في الصيام وفي نهار رمضان فجأة لاحظت إن اللثة عندك جابت دم أو نزفت فجأة؟ تعرف ليه ده بيحصل؟ خليني أقول. نزيف اللثة في رمضان عادة بيكون نتيجة لالتهابات كانت كده موجودة في اللثة قبل رمضان، أو إهمال تنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون في رمضان. قلة إفراز اللعاب أثناء الصيام في رمضان بيخلي الفم يبقى جاف جدا، وبالتالي البكتيريا بتتراكم، ولو ما نظفتش أسنانك بالفرشة والمعجون بعد الفطار والسحور اللثة تبدأ تلتهب ونزيف اللثة يبدأ يظهر. لو عندك التهاب في اللثة لازم تحافظ قوي على نظافة الفرشة والمعجون عشان ما يحصلكش نزيف لثة في رمضان. لو المعلومة دي فاتتك أو حصل لك نزيف في اللثة أثناء رمضان قبل كده اعمل لايك للفيديو ده واحفظه عندك وشاركه مع كل أصحابك، واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. تعال أقول لك على روتين لأسنانك في رمضان هتخرج بيه من شهر رمضان اللثة صحية جدا، ما عندكش أي تسوس في الأسنان. أفضل روتين لتنظيف الأسنان في رمضان كالآتي: بعد الفطار مباشرة استخدم خيط الأسنان عشان تشيل بواقي الأكل اللي ما بين الأسنان والضروس. على طول نظف أسنانك بعدها بنص ساعة بفرشة ومعجون بمعجون فيه فلورايد، طبعا بعد الفطار بنص ساعة وقبل النوم. بعد الفطار وبعد تنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون استخدم غسول الفم، هيقلل تراكم البكتيريا في الفم وهيحسن قوي ريحة الفم. اهتم قوي بتنظيف اللسان بعد الفطار وبعد السحور، ده هيقلل البكتيريا المتراكمة عليه وبالتالي هيحسن ريحة الفم جدا. الروتين ده بيغطي كل أساسيات العناية بالأسنان وبيقلل مشاكل التسوس ومشاكل اللثة أثناء الصيام. خيط أسنان، فرشة ومعجون، غسول فم، أسنان صحية طول شهر رمضان.
ولو انت عاوز تحافظ على اسنانك في شهر رمضان اعمل لايك للفيديو ده، احفظه عندك، شاركه مع كل اصحابك، واستنانا في فيديوهات صحة الاسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. اطفالك بتصوم في رمضان؟ تعال اقول لك ازاي تشجعهم واقول لك اهم النصايح للاهتمام باسنانهم في رمضان. رمضان مش بيصوم فيه بس الكبار، بيصوموا برضو الاطفال، فالاهتمام بصحة اسنانهم مهمة جدا جدا عشان هم معرضين للتسوس لو ما اهتموش بصحة الفم. عاوزك تركز معاهم قوي بعد الفطار في كمية الحلويات اللي بياكلوها، وانك توجههم ناحية ان هم يقللوا كمية الحلويات بعد الفطار. عايزك توجههم لتنظيف الاسنان بالفرشه والمعجون بعد الفطار بنص ساعه وقبل النوم، انهم يستخدموا معجون اسنان فيه فلورايد مناسب لعمرهم. علمهم طريقه تنظيف الاسنان بالطريقه الصحيحه عشان يحافظوا على صحه اللثه والاسنان. تنظيم وتقليل كميه الحلويات اللي الاطفال بياخدوها بعد الفطار في رمضان زائد تنظيف الاسنان بالفرشه والمعجون هيسبب اسنان صحيه للاطفال طول شهر رمضان. ولو عندك اطفال بقوا يصوموا خلاص اكتب لنا ده في الكومنتات، اعمل لايك للفيديو ده واحفظه عندك وشاركه مع كل اصحابك، واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. وأنت صايم بالنهار في رمضان حسيت بوجع في أسنانك فجأة؟ تعال أقول لك تعمل إيه. طوارئ آلام الأسنان ممكن تحصل في أي وقت حتى أثناء الصيام في نهار رمضان. أهم حاجة لما ده يحصل ما تأجلش كشف دكتور الأسنان. الصيام عمره ما كان مانع إنك تكشف على أسنانك، ولو حصل ومؤقتا لو حصل لك ألم أسنان في نهار رمضان تقدر تقلله بإنك تتمضمض بمية فترة أو تعمل كمادات باردة على الخد من بره مكان الألم. وطبعا ممنوع تاخد أدوية في نهار رمضان بدون استشارة طبيب، لأن في أدوية بتفطر وفي أدوية بتبقاش آمنة أثناء الصيام. جالك ألم في نهار رمضان فجأة على طول لازم تكشف وما تأجلش زيارة دكتور الأسنان. ولو حصل لك الموقف ده قبل كده وجالك ألم في نهار رمضان اكتب لنا في الكومنتات واعمل لايك للفيديو ده واحفظه عندك وشيره مع أصحابك، واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. القلق والتوتر أثناء الصيام في نهار رمضان، تعال أقول لك إزاي بيأثروا سلبيا على أسنانك وأنت مش حاسس. القلق والتوتر أثناء نهار رمضان أو أثناء النهار بصفة عامة بيخلي بعض الحالات تضغط أو تكز على أسنانهم أثناء النوم، وده بالتأكيد بيأذي طبقة من الأسنان واللثة على المدى البعيد. والحل بسيط، هو إنك تقلل حدة التوتر أو تبعد عن المواقف أو الأشخاص اللي بتسبب لك ضغط أو توتر. ولو الجز شديد دكتور الأسنان بياخد لك مقاس ويعمل لك واقي أسنان ليلي بيقلل ضرر الجز على الأسنان وعلى اللثة بصفة عامة. لو انت من الحالات اللي بيحصل لها توتر وقلق في نهار رمضان ابعد عن المواقف او الاشخاص اللي بتسبب لك ده واستخدم واقي الاسنان الليلي، كده اسنانك في امان طول رمضان. ولو انت عندك ظاهره الجز على الاسنان اكتب لنا ده في الكومنتات واعمل لايك للفيديو ده واحفظه عندك وشيره مع اصحابك، واستنانا في فيديوهات صحه الاسنان في رمضان ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير رمضان كريم. سمعت إن القرنفل والمسك بيحسنوا ريحة الفم قوي، هل ده صحيح؟ وهل ده حل نهائي لريحة الفم في رمضان؟ استخدامك للقرنفل أو المسك في رمضان ممكن يدوك نفس منعش مؤقت في رمضان، بس الحقيقة إنهم مش حل دايم لريحة الفم في رمضان، والأسباب دايما بتكمن في النظافة الحقيقية والجيدة للفم أثناء الصيام، زي تنظيف أسنانك بالفرشة والمعجون مرتين في اليوم، زي تنظيف اللسان كويس جدا، استخدامك لخيط الأسنان بعد الفطار وبعد السحور، واستخدامك لغسول الفم بعد الفطار. وبكده هتقلل البكتيريا المسببة لرائحة الفم بشكل فعلي بل ونهائي، مش زي المؤقت اللي بيحصل في حالة القرنفل والمسك. القرنفل والمسك حلول مؤقتة لرائحة الفم في رمضان، نظافة الأسنان هي الحل الحقيقي والنهائي. لو انت من اللي بيستخدم قرنفل في رمضان عشان يحسن ريحة الفم اعمل لايك للفيديو ده وقول لنا في الكومنتات واحفظ الفيديو عندك وشاركه مع اصحابك، واستنانا في فيديوهات صحة الاسنان في رمضان ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم.
السواك في رمضان هل هو عادة والناس بطلت تستخدمها ولا هو فعلا مفيد للأسنان في رمضان؟ السواك مش مجرد عادة دينية جميلة بنستخدمه أثناء الصيام في رمضان، هو بينظف الأسنان، بينظف اللسان، وبيقلل تراكم البكتيريا، وبيحسن قوي رائحة الفم، وكمان بيحافظ على اللثة قوية وصحية. والمميز كمان فيه إنك تقدر تستخدمه أثناء الصيام، مش بيفطر لأنه آمن وطبيعي. استخدامك للسواك في رمضان وتنظيف أسنانك بالفرشة والمعجون من أهم أسباب نفس منعش طول شهر رمضان. ولو مش متعود تستخدم السواك، ابدأ استخدامه من السنة دي، هيفرق معاك جدا. ويلا اعمل لايك للفيديو وسيفه عندك وشاركه مع كل أصحابك، واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. بعد ما بتفطر في رمضان مباشرة بتقوم تدخن على طول؟ التدخين هو عدو اللثة الأول، خد بالك. التدخين له تأثير سلبي كبير جدا على صحة الفم، بيقلل تدفق الدم في اللثة، بيقلل قدرة ومقاومة الجسم بصفة عامة على مقاومة الالتهابات، وبالتأكيد بيزود التهابات اللثة وتسويس الأسنان. وخصوصا في شهر رمضان التدخين بعد الفطار مع أكل الحلويات والسكريات بيضاعف المشكلة أكتر. والحل بيكون إنك في رمضان تقلل التدخين أو تأجله، وتهتم قوي بنظافة الأسنان بالفرشة والمعجون بعد الفطار بنص ساعة وبعد السحور بنص ساعة يوميا. التدخين بعد الفطار مباشرة خطر كبير جدا على اللثة، وبيؤدي لالتهاب اللثة ونزيف اللثة. لو المعلومة دي فادتك اعمل لايك للفيديو وسيفه عندك وشيره لكل اصحابك، واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. هل الصيام بيسبب رائحة فم ولا في أسباب تانية لرائحة الفم في رمضان في الصيام؟ خد لك فكرة. خليني أقول لك إن الصيام نفسه مش هو سبب ريحة الفم في رمضان، ولكن السبب الرئيسي هو جفاف الفم وقلة إفراز اللعاب أثناء ساعات الصيام في رمضان، وده بيخلي البكتيريا تزيد، وهو ده سبب رائحة الفم الغير مرغوبة في الصيام. طب نعمل إيه؟ اهتم جدا في رمضان بتنظيف اللسان بالفرشة والمعجون أو بمنظف اللسان، هتتخلص من كمية بكتيريا كبيرة جدا جدا، وهي دي اللي بتسبب رائحة الفم في رمضان. اهتم بشرب كمية مية مناسبة في الفترة ما بين الفطار والسحور، ده هيساعد قوي على ترطيب الفم وعدم جفافه. ومن الآخر لو عاوز نفس منعش في رمضان، نظف اللسان كويس، اشرب كمية مية مناسبة في فترة ما بين الفطار والسحور. ولو المعلومة دي فادتك اعمل لايك واحفظ الفيديو، واستنونا في باقي نصايح صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. أول ما بتفطر في رمضان بتقوم تغسل أسنانك بالفرشة والمعجون. استنى، لأن أنت كده ممكن تكون بتضر أسنانك من غير ما تعرف. بعد الفطار على طول لو أكل فيه سكريات أو أحماض، طبقة المينا بتبقى في أضعف حالتها، ولو قمت على طول غسلت أسنانك بفرشة ومعجون أنت كده بتعمل تآكل تدريجي في طبقة مينا الأسنان، وبالتالي بتعرض الأسنان لفرصة أكبر للتسوس. والحل بسيط، إنك تستنى بعد الفطار نص ساعة، بعدها تقدر تغسل أسنانك بفرشة ومعجون بكل أمان. وفي الفترة دي، فترة النص ساعة من بين الفطار لحد ما تغسل أسنانك بفرشة ومعجون، ممكن تتمضمض بمية عشان تقلل تأثير الأحماض على الأسنان. استنى نص ساعة بعد الفطار واغسل أسنانك علشان تحافظ على طبقة مينا الأسنان من التسوس. لو المعلومة فادتك اعمل لايك واحفظ الفيديو، وابعت الفيديو لأي حد بيغسل أسنانه بعد الفطار على طول بالفرشة والمعجون. واستنونا في باقي نصايح صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان بيفطر؟ السؤال المتكرر بتاع كل سنة. خد لك فكرة. استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان ما بيفطرش، لكن بشرط إنك لازم تكون متأكد إنك ما بلعتش أي حاجة منه ولا جزء من الرغاوي اللي المعجون بيعملها. علشان كده لازم تستخدم كمية معجون صغيرة، وتغسل أسنانك بالفرشة والمعجون بهدوء، وبعدها تتمضمض بمية كتير جدا. ولو قلقان من استخدام المعجون في نهار رمضان تقدر تستخدم السواك، وطبعا ده آمن ومفيد جدا لصحة الأسنان. معجون الأسنان في رمضان مسموح بيه، والسواك بديل آمن جدا في رمضان. ولو السؤال ده كان محيرك دايما اعمل لايك واحفظ الفيديو وشاركه مع أصحابك.
واستنانا في باقي فيديوهات صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. لاحظت إن نزيف اللثة عندك زاد في رمضان؟ ممكن يكون في سبب موجود عندك وأنت ما تعرفوش، وده عشان ساعات الصيام الطويلة في رمضان إفراز اللعاب بيقل وجفاف الفم بيزيد، وطبعا اللعاب ده هو خط الدفاع الطبيعي ضد البكتيريا، وطبيعي جدا لما اللعاب بيقل البكتيريا بتزيد، وده بيزود معدل التهاب اللثة ونزيفها. طب نعمل إيه؟ اشرب كمية مية كافية ما بين الفطار والسحور، قلل المشروبات اللي فيها كافيين زي الشاي والقهوة لأنها بتزود جفاف الفم. ترطيب الفم في رمضان بشرب المية الكافية بين فترة الفطار والسحور بيؤدي لقلة نزيف اللثة ولثة صحية. لو عمرك لاحظت نزيف اللثة عندك بيزيد في رمضان، اعمل لايك للفيديو واحفظه عندك عشان تفتكر المعلومة وترجع لها، واستنانا في باقي نصايح صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. آخر حاجة بتاكلها في السحور بتلزق على أسنانك طول نهار رمضان، وده خطر انت مش واخد بالك منه. كتير مننا بياكل حلويات أو سكريات بعد السحور وينام على طول من غير ما ينظف أسنانه بفرشة ومعجون. المشكلة هنا إن البكتيريا بتتغذى على الحلويات دي والسكريات دي، وبالتالي معدل التسوس بيزيد. والحل بسيط، هو إنك تبعد عن السكريات أو الحلويات بعد السحور قبل النوم، وإنك تنظف أسنانك بعد السحور بنص ساعة يوميا لمدة دقيقتين كاملين. اختيار نوعية الأكل في السحور وتنظيف أسنانك بفرشة ومعجون بعد السحور بنص ساعة يوميا سبب أكيد لحماية أسنانك طول يوم الصيام. ولو أنت بتتسحر وبتنام على طول من غير ما تغسل أسنانك بفرشة ومعجون، الفيديو ده ليك، اعمل لايك واحفظ الفيديو عشان تفتكر دايما، واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. هل التسوس فعلا بيزيد في شهر رمضان في الصيام؟ الإجابة ممكن تفاجئك. أثناء ساعات الصيام في رمضان بالنهار الفم بيبقى جاف جدا واللعاب إفرازه بيقل، وده بيخلي البكتيريا تزيد في الفم، واللعاب ده هو خط الدفاع الطبيعي ضد البكتيريا. ومع كثرة تناول الحلويات والسكريات في رمضان وعدم الاهتمام الكافي بتنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون، معدل التسوس بيزيد. والحل بسيط، انك تستخدم معجون اسنان فيه فلورايد. الفلورايد بيترسب على طبقه من الاسنان ويحميها من التسوس وبيقوي طبقه المينا. واهتم بتنظيف اسنانك بالفرشه والمعجون يوميا بعد الفطار وبعد السحور بنص ساعه. قله افراز اللعاب في رمضان مع كثره السكريات والحلويات معدل التسوس بيزيد، والفلورايد هو خط الدفاع الاول. ولو انت من محبي الحلويات في رمضان، اعمل لايك واحفظ الفيديو عشان تفتكر دايما المعلومه، واستنونا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. بتغسل أسنانك بفرشة ومعجون في رمضان وبتستخدم الخيط الطبي؟ طب تعرف أمثل وقت إمتى تستخدم الخيط الطبي في رمضان؟ تعال أقول. استخدامك للفرشة والمعجون في رمضان بيشيل 60% من الرواسب وبواقي الأكل اللي على الأسنان. بقية ال 40% بيبقوا مستخبيين ما بين الأسنان، وده مكان بيتجمع فيه الأكل والبكتيريا. أهو بقى ال 40% دول اللي بيشيلهم هو خيط الأسنان. أنسب وقت لاستخدام خيط الأسنان في رمضان هو بعد الفطار وقبل النوم، علشان تقدر تشيل بواقي الأكل اللي بتتراكم طول اليوم. استخدم خيط الأسنان بالراحة وبلطف ما بين الأسنان وبعضها علشان تنظف الأماكن دي وتحافظ على اللثة وتمنع التهابها. استخدام خيط الأسنان قبل النوم بيحمي اللثة والأسنان. ولو عمرك ما استخدمت خيط الأسنان، ابدأ من النهاردة. اعمل لايك للفيديو واحفظه عشان دايما تفتكر النصيحة، واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. أنا لو في الصيام اتمضمضت بمية عادية، هل ده يفطر ولا عادي ما يفطرش؟ الحقيقة هي أن المضمضة في نهار رمضان ما بتفطرش، لكن بتستخدم بحذر.
المهم انك ما تبلعش اي ميه اثناء المضمضه، وبس تتمضمض في نهار رمضان لو حاسس بجفاف شديد في الفم او رائحه الفم مش احسن حاجه، تعمل مضمضه خفيفه وتتخلص من الميه بالكامل، كده مفيش مشكله وامن جدا. ده بالنسبه لمضمضه الميه العاديه. طب لو هستخدم غسول فم، ده يفضل طبعا يكون بعد الفطار عشان خاطر ما تبلعش اي جزء منه. المضمضه بالميه مسموحه اثناء الصيام لكن بحذر وبدون بلع. لو المعلومه دي جديده عليك اعمل لايك واحفظ الفيديو وشاركه مع اصحابك، واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. بتتسحر وتنام على طول من غير ما تغسل أسنانك بفرشة ومعجون؟ انت كده هتكلف نفسك تسوس اسنان والتهابات لاسه. بعد السحور الاكل بيلزق على الاسنان وبيتراكم، ومع الصيام وقله افراز اللعاب البكتيريا دي بتتكاثر بشكل اكبر، وده بالتاكيد بيزود تسوس الاسنان والتهابات اللاسه، وطبعا بيعمل رائحه غير مرغوبه في الفم. والحل بسيط ومش بياخد وقت، دقيقتين بعد السحور بنص ساعه نظف اسنانك كويس وكل اجزاء الفم. تنظيفك لاسنانك بالفرشه والمعجون بعد السحور هو سبب حمايه اسنانك اثناء الصيام. ولو انت بتتسحر وبتنام من غير ما تنظف اسنانك بفرشه ومعجون، الفيديو ده ليك، اعمل لايك واحفظه عشان دايما تفتكر النصيحه. واستنانا في فيديوهات صحه الاسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. الكنافة والقطايف من أحلى حاجات رمضان، بس هل بتأثر على أسنانك؟ الحلويات الرمضانية مليانة سكريات ودي بتلزق على الأسنان، وطبعا البكتيريا بتتغذى عليها وبتزود معدل التسوس. وده مش معناه خالص انك تمنع الحلويات في رمضان، ولكن تتعامل معاها صح. بعد ما تخلص اكل حلويات اتمضمض بميه عاديه عشان تقلل تاثير السكر. وبالتاكيد اذا ما بتحب الحلويات في رمضان يبقى لازم تحافظ على تنظيف اسنانك بالفرشه والمعجون بعد الفطار بنص ساعه، وبعد السحور بنص ساعه قبل النوم. استمتع بحلويات رمضان لكن حافظ على تنظيف اسنانك بالفرشه والمعجون بعد الفطار والسحور. وقول لي في الكومنتات ايه اكتر حلويات بتحبها من حلويات رمضان، واعمل لايك للفيديو وسيبه عندك. واستنانا في باقي فيديوهات صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. لو حسيت بألم في أسنانك في نهار رمضان تعمل إيه؟ تروح تكشف على أسنانك ولا تستنى لبعد رمضان؟ أي حد ممكن يحصل له ألم في أسنانه في نهار رمضان بسبب التهابات لاسة، بسبب تسوس مخفي ما بين الضروس والأسنان، أو إنه عامل شغل بأسنانه قبل كده ومشاكله بدأت تظهر. المهم إنك لازم تعرف إن تأجيل كشفك على أسنانك لبعد رمضان بيزود المشكلة أكتر. والحل هو إنك لو حسيت بألم في نهار رمضان على طول على دكتور الأسنان يكشف عليك ويطمنك ويعمل لك الإجراءات اللازمة. الصيام عمره ما كان سبب لتأجيل كشفك على أسنانك في رمضان. آلام الأسنان في الصيام أثناء رمضان ما تأجلش كشفك ولا متابعتك عند دكتور الأسنان. ولو أنت من اللي حصل لهم قبل كده وجع أسنان في رمضان اكتب لنا في الكومنتات، اعمل لايك للفيديو واحفظه عندك وشاركه مع كل أصحابك. واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. أفضل معجون أسنان تستخدمه في رمضان. في الصيام في رمضان أسنانك معرضة للتسوس جدا بسبب جفاف الفم وقلة إفراز اللعاب وأكل الحلويات والسكريات، فاختيارك لنوع المعجون اللي هتستخدمه في رمضان شيء مهم جدا. استخدم معجون أسنان في رمضان يحتوي على فلورايد. الفلورايد بيقوي طبقة المينا وبيحمي الأسنان من التسوس. استخدم في رمضان معجون أسنان يحتوي على مضاد للبكتيريا بيقلل تراكم البلاك وبيحمي اللثة من الالتهاب، وده مع الانتظام في تنظيفك للأسنان بالفرشة والمعجون مرتين في اليوم واستخدامك لخيط الأسنان طول شهر رمضان هيديك حماية لأسنانك طول الشهر الكريم. معجون أسنان فيه فلورايد ومضاد للبكتيريا، حماية لأسنانك طول شهر رمضان. ولو كنت عاوز تعرف أفضل معجون تستخدمه في رمضان فالفيديو ده ليك، اعمل له لايك واحفظه عندك وشاركه مع كل أصحابك. واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم.
بتعطس في شهر رمضان اثناء الصيام وده بيحسسك ان ريحه الفم مش احسن حاجه، تعال اقول لك تعمل ايه. اثناء الصيام في رمضان مع قله شرب الميه والعطش الشديد ده بيؤدي لجفاف الفم وزياده البكتيريا اللي في الفم، وطبعا ده بيخلي رائحه الفم مش احسن حاجه. والحل هو انك توزع شرب الميه في فتره ما بين الفطار والسحور بالتساوي، بمعنى انك ما تشربش مره واحده بس كتير، وزعها على الفتره دي كلها. اهتم قوي وانتظم في تنظيف الاسنان بالفرشه والمعجون بعد الفطار وبعد السحور، وتنظيف اللسان كمان استخدم غسول الفم بعد الفطار، ده بيقلل تراكم البكتيريا. ترطيبك للفم وللجسم بصفه عامه، شربك للميه بصوره منظمه ما بين الفطار والسحور، زائد نظافه الفم بيؤدي لنفس منعش طول شهر رمضان. ولو انت من الحالات اللي بتحس برائحه فم غير مرغوبه خاصه في شهر رمضان، اعمل لايك للفيديو ده واحفظه عندك عشان تفتكر النصيحه دي، وشير الفيديو مع كل اصحابك، واستنانا في فيديوهات صحه الاسنان في رمضان ورمضان كريم. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. معلومة النهاردة معلومة بديهية وفي ناس كتير عارفينها، احنا بنقولها للي مش عارفها، وطبعا كلامنا موجه للناس اللي بتحب تمضغ لبان كتير، لدرجة ان احنا بنتسأل السؤال ده: هل مضغ اللبان في نهار رمضان بيفطر؟ خليني اقول لك، مضغ اللبان في نهار رمضان اكيد بيفطر، لان فيه سكر وفيه مواد بتدوب في الفم. فلو انت من الناس المدمنين على مضغ اللبان خليها بعد الفطار مش بالنهار عشان الصيام. وطبعا يفضل تستخدم لبان بدون سكر، لان اللبان اللي بسكر بيؤدي لتسوس الاسنان والتهابات في اللثه. بس بصفه عامه لو انت بتستخدم اللبان عشان خاطر رائحه الفم فهو حل مؤقت. الافضل انك تعتمد على تنظيف الاسنان بالفرشه والمعجون بعد الفطار وبعد السحور، وتنظيف اللسان وشرب الميه كويس ما بين فتره الفطار والسحور. اثناء الصيام بلاش مضغ اللبان لانه بيفطر، تقدر تستخدمه بعد الفطار ويا ريت يكون لبان بدون سكر. ولو حضرتك من الحالات المدمنه على مضغ اللبان اعمل لايك للفيديو ده وشيره مع اصحابك وسيفه عندك علشان ترجع للنصيحه دي، واستنانا في فيديوهات صحه الاسنان في رمضان ورمضان كريم. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. اول ما مدفع الافطار يضرب والمغرب يدن، اول حاجه بتفطر بيها حلويات او سكريات، دي غلطه كبيره جدا جدا وبتاثر على اسنانك سلبيا قوي. انك تبدا فطارك في رمضان على حلويات او اي حاجه تحتوي على سكر ده اساسي بيزود نسبه التسويس في الاسنان، لان البكتيريا اصلا بتتغذى على السكر ده وعلى طول بتفرز الاحماض اللي بتاثر على طبقه من الاسنان وبتسبب تسوس الاسنان. والحل بسيط، هو انك تبدا الفطار في رمضان بشرب الميه. لو عايز تاكل حاجه مسكره ممكن تمر، وبعد كده تقدر تفطر الفطار المتوازن العادي، وبعديها بنص ساعه تقدر تنظف اسنانك بفرشه ومعجون، وده كله بيقلل التاثير الضار للسكريات على اسنانك. ابدا فطارك صح، اسنانك هتشكرك. ولو انت من الناس اللي بتبدا فطارك بالحلويات سيب الفيديو ده عندك واعمل لايك وشاركه مع كل اصحابك عشان ترجع للنصيحه دي تاني، واستنانا في فيديوهات صحه الاسنان في رمضان ورمضان كريم. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. هل بتنظف اللسان في شهر رمضان؟ يبقى انت كده بتتخلص من جزء كبير جدا من رائحه الفم الكريهه. اللسان هو اكبر مخزن للبكتيريا في الفم، البكتيريا اللي بتاثر على اللسان نفسه وعلى اللثه وبتزود معدل تسوس الاسنان، وخصوصا في الصيام في رمضان وقله افراز اللعاب اثناء الصيام. والحل بسيط، هو انك تنظف اللسان بعد الفطار وبعد السحور باستخدام فرشه الاسنان او منظف اللسان، وده بيقلل البكتيريا جدا وبيخلي نفسك منعش طول نهار رمضان. نظافة اللسان في رمضان بتخلي نفسك منعش واللثة عندك صحية. ولو عادة تنظيف اللسان عادة جديدة عليك ابدأ اعملها من النهاردة، واعمل لايك للفيديو ده وسيفه عندك وشاركه مع كل أصحابك، واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان ورمضان كريم. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. هو انا ممكن استخدم غسول الفم اثناء الصيام في رمضان؟ للناس اللي بتحب ومستمره على استخدام غسول الفم، غسول الفم استخدامه في نهار رمضان مش محبب، لان انت ممكن تبلع جزء منه وبالتالي ياثر على صيامك. استخدم غسول الفم في رمضان بعد الفطار عشان يحسن رائحه الفم ويقلل البكتيريا اللي موجوده في اللثه، وده طبعا مع تنظيف الاسنان بالفرشه والمعجون واستخدامك لخيط الاسنان بيديك نفس منعش طول الشهر الكريم وبيحسن صحه الفم عموما.
غسول الفم لو هتستخدمه في رمضان يبقى بعد الفطار مش اثناء الصيام. ولو المعلومه دي فادتك اعمل لايك للفيديو وسيفه عندك وشاركه مع كل اصحابك، واستنانا في فيديوهات صحه الاسنان في رمضان، ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. تعال أقول لك على روتين أثناء شهر رمضان للاهتمام بأسنانك تخرج منه من شهر رمضان بأسنان صحية وابتسامة جميلة. أهم من الحاجات اللي أنا هقول لك عليها ديت هي الاستمرارية عليها. في شهر رمضان نظف أسنانك مرتين في اليوم، بعد الفطار بنص ساعة وقبل النوم. استخدم خيط الأسنان الطبي بعد الفطار على طول وقبل النوم عشان تشيل بواقي الأكل المتراكمة ما بين الأسنان اللي ممكن تعمل تسوس في الأسنان والتهابات لثة. ما تنساش تنظف اللسان بعد الفطار وبعد السحور، هيحسن قوي ريحة الفم. اشرب كمية مية كافية ما بين فترة الفطار والسحور. قلل الحلويات والسكريات على قد ما تقدر. استمر في اللي أنا قلت عليه ده، هتستمتع بأسنان صحية وابتسامة جميلة. ولو انت كده بتعمل الروتين اللي انا قلته ده، اكتب لنا ده في الكومنتات واعمل لايك للفيديو ده واحفظه عندك وشيره مع كل اصحابك، واستنانا في فيديوهات صحة الأسنان في رمضان ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. رمضان خلاص بيخلص، حافظت على أسنانك في رمضان؟ هل هتحافظ على أسنانك بعد رمضان؟ تعال نشوف. رمضان بينتهي لكن العناية بالأسنان لازم تفضل مستمرة. عاوزك تستمر على العادات اللي احنا قلناها طول شهر رمضان. 1. تنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون مرتين في اليوم. 2. استخدم خيط الأسنان الطبي وغسول الفم. 3. نظف لسانك بانتظام، هتستمتع بريحة فم منعشة جدا. قلل السكريات والحلويات على قد ما تقدر. وأخيرا أسنانك أمانة، حافظ عليها مش بس في رمضان، طول العمر. حفاظك على أسنانك هيوفر عليك وقت وفلوس وألم هيضيع في عيادات الأسنان. وأخيرا لو عرفت أفيدك طول شهر رمضان، اعمل لايك للفيديو ده واحفظه عندك وشيره مع كل أصحابك، واستمر في الحفاظ على أسنانك. وأشوفك في شهر رمضان اللي جاي. رمضان كريم.